من كل محنة منحة، دي بنستفيد منها. وعلم النفس الإيجابي طلع منه تمارين وطلع منه نظريات. لما يكون مجتمع زي جرين سيركل مليان بناس إيجابية وطاقة حلوة، انت بتدخل تشحن نفسك بده. لو كتب بس هو مصدر ده ايه؟ الأفكار. خلاص هو كبر وبقى عنده الفكرة انه انا فاشل، فانا مهما هعمل انا مش هنجح. الناس اللي بتتكلم مع نفسها بتتكلم مع نفسها ازاي؟ لو عرفت تتكلم مع نفسك كويس هتعرف تتكلم مع الناس كويس. كيف الأحوال والأهوال؟ النهاردة بنتكلم على الحاجة اللي دايما بتبقى مظلومة كتير في أغاني كتير. احنا معظم الوقت بنتكلم على القلب والمشاعر، قليل قوي من أغاني بيتكلم على الأفكار والعقل واللي بيحصل فيه. دايما نسمع كلمة دماغه مسوحاه. طب ليه بقى دماغه مسوحاه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة مع الباش كوتش نهى. ازيك يا كوتش؟ اهلا، ازيك يا كوتش محمد؟ قبل ما نبدأ الحلقة لازم نسمع منك قصتك مع الكوتشنج. جرى ايه في الدنيا علشان تروحي للكوتشنج؟ دي قصة. بس هي الأول جت معايا بالصدفة. أنا كنت جاية في برنامج معين كده مشتركة فيه، وكان من ضمن البرنامج دوت إن هما بيدونا سيشن كوتشنج فيها. فحضرت السيشن، وبعدين كنت الأول مش فاهمة يعني هو أنا إيه الكوتش دوت، هحضر معاها إيه اللي هيحصل، هتفيدني في إيه، وإيه كل شوية أسئلة والكلام دوت. بس لما بعد ما خلصت السيشنز معاها وبدأت أجمع النوتس دي كلها وأقعد أفكر فيها، حسيت إنها بدأت تنور معايا في حاجات. بدأت أمشي خطوات يعني في الحدوتة ديت لحد إيه، حسيت لأ ده أنا في فعلا تغيير بيحصل. فمن هنا جات لي الفكرة، طب أنا ليه ما أدرسش أنا الكوتشنج بقى نفسه وأبدأ أشتغل على نفسي وأطور نفسي أكتر ويبقى عندي وعي بيه أكتر. خدت الكوتش بقى وبدأت فعلا يعني أدرسه وأتعمق فيه، وبعد كده بدأت إن أنا بقى أمارسه في حياتي اليومية. فحسيت إن هو فعلا بدأ يجيب نتيجة إيجابية معايا وبشكل أفضل كمان لنمط حياتي وتفكيري. فقلت طيب ليه بقى ما نفتش الناس كمان، يبقى فأتعمق في دراسته أكتر وأدرس جنبيه حاجات تساعده أكتر، فأبدأ إن أنا فعلا إيه يعني أستفيد أنا أكتر بيه، وفي نفس الوقت برضو الدايرة والناس اللي حواليا أقدر أفيدهم بشكل أفضل فيه. ومن هنا بقى بدأت السكة بقى. من هنا بقى بدأت تبقى كوتش. طيب احنا الموضوع بتاعنا خاص بالعقل وتحديدا التفكير الإيجابي. والتفكير الإيجابي ده ساعات بنظلمه بشوية كتب. أحيانا الكتب ما توصلش الموضوع بشكله الأفضل، وأحيانا تانية بنظلمه في وسط محتوى بسيط جدا سطحي قوي من على الوش كده زي ما بنقول. فخلينا نبدأ الأول نتكلم على العناوين اللي أنا عايز أجيبها لك اللي موجودة في الكتب دي. نبدأ بشكل بسيط على الحكاية. هتبدأ من عندك من إيه بقى؟ من الكتب دي إزاي؟ إن إحنا نشوف العناوين، وعايزك تختاري عنوان قريب منك أو لمسك وتقول لنا اخترت العنوان ده ليه. تمام. اتفضل. عندنا قوة تعليمك الداخلي، أنت والتانيين، نسختك الأفضل، كن أنت. ممكن أختار نسختك الأفضل، لأن إحنا دايما بنبقى عايزين إن إحنا في نسخة طبيعية بتاعتنا موجودة، بس دايما بنشتغل على نفسنا ما نفضلش واقفين عندها. فتحس إن هو ده دايما لا، أنت بتشتغل نفسك أكتر وتطور نفسك، فعايز توصل لأحسن نسخة ليك، فأختار نسختك الأفضل. حلو. حبيت ان اللي بيحصل ده دلوقتي يبقى متسجل قدام الكاميرا علشان الناس تعرف ازاي التفكير الايجابي بيفرق جدا في قراراتنا، بيفرق قوي قوي في التصرفات. زي ما انت حضرتك دلوقتي قلت كده، اللي هو نسختك الافضل انت اخترتها ليه؟ عشان انت كل ما بتشتغل على نفسك كل ما يبقى انت بتطلعي احسن ما فيكي. ده اللي ممكن نسميه التفكير الايجابي. التفكير الإيجابي إن أنت طبعًا بتبدأ تغيّر حاجة سلبية موجودة مسيطرة عليَّ، باغيّرها بفكرة إيجابية، بس هو مش معناته إن أنا لازم طول الوقت أبقى مبسوط وإن أنا فرحان، هو ده الإيجابية. في ناس كتير فاكراها ده التفكير الخاطئ بتاعها، لكن هو التفكير الإيجابي إن أنا أعيش مثلًا في حالة أشوف الأفكار دي ممكن توصّلني لإيه، أسبابها إيه، نتائجها إيه، فباحللها، فباشوف أنا هاستفيد منها في إيه، فباشيل فكرة سلبية مسيطرة عليَّ. زي مثلًا لو جينا قُلنا واحد مثلًا خسر شغله مثلًا لسببٍ ما.
إيه تفكيره ساعتها؟ هييجي يقول لك ده أنا الدنيا وقفت قدّامي ومش قادر أفكّر وخلاص ودي نهاية العالم وأنا فاشل. لكن لو حاول يفكّرها بشكل إيجابي أكتر، هييجي يقول لك إيه، لأ طب أنا ممكن أستغل الفرصة دي لحد ما ألاقي فرصة أفضل إن أنا مثلًا أشتغل على نَفْسي، أطوّر نَفْسي أكتر. فهنا غيّر الفكر استفاد بالإيجابي، فلأ بيغيّر معانا طبعًا وبيطوّرنا وبيساعدنا أكتر. طيب خلّينا نسأل سؤال جميل كده بسيط في الأول. طبعًا الناس اللي بتتفرّج علينا أنا عايز أقول لهم الناس الجميلة الحلوة اللي عايزة تستفيد أوي، أوي من الحلقة، تجيب الnotebook بتاعتها أو ورقة وقلم عشان هتلاقي كلام حلو إن شاء الله. إيه العلامات اللي ممكن أعرف بيها إن أنا عندي تفكير سلبي؟ تمام. إحنا طبعًا في علامات كتير بتخلّي إن إحنا عندنا تفكير سلبي، بس لو جينا خدنا مثلًا أهم حاجات أو أساسية دايمًا بنلاحظها، ممكن يكون عندنا مثلًا التسويف. بنسوّف كتير، دايمًا بتلاقي عندك بتأجّل المهام اللي وراك، ممكن تهرب من المسؤوليات بالنوم. فدي بتكون علامة من العلامات إن أنا إيه، تفكير مسيطر عليَّ سلبي. تاني علامة مثلًا إن أنا ممكن أكون شخص دايمًا متشائم، بابُص للأمور بنظرة تشاؤمية دايمًا، ما عنديش تفاؤل ولا أمل، فده بيكون نتيجة برضه التفكير السلبي. وتالت حاجة معانا برضه إن أنا أكون باخد قرارات عشوائية وغير منظمة، وتكون نتايجها برضه مضرة ليّا أكتر ما هي تكون مفيدة أو مدروسة صح. كنا بنتكلم قبل التصوير على كتاب، أنتِ ذكرتِ الكتاب ده وكان مهم أوي إن أنتِ تجيبي سيرته في وسط التفكير الإيجابي وإحنا بنتكلم. كان الكتاب اسمه إيه، وليه بقى أنتِ اخترتِ الكتاب ده؟ هو كان اسمه قوة التفكير. دوّة إحنا بيكلّمك إن أنت قد إيه لمّا بتغيّر تفكيرك والأفكار اللي دايمًا بتدور في دماغك، ده بيقدر يأثّر عليك حتى في تصرفاتك، في تعاملاتك مع الآخرين، في قراراتك اللي أنت بتطلّعها. فهو لأ، هو بيساعدك إن أنت تغيّر من هنا، ده لمّا بيتغيّر بتلاقي تصرفاتك ونمط حياتك وتعاملاتك مع الناس اللي حواليك، حياتك، شغلك، كل ده بيبدأ إيه، تتأثّر بيه. فهو كان بداية التغيير بتبدأ من العقل ومن التفكير بتاعنا. أنا متّفق جدًا على البداية من هنا، علشان كده حتى وأنا كل كتاباتي بتركّز على إعمال العقل، واحاول أخلّي الناس تجاوب على أسئلة أنا باكتبها في المحتوى بتاعي. فحتى طلع مدير نعكشت العقول من الموضوع ده، اللي هو إيه ده! أنا عمري ما فكّرت في الطريقة دي، أنا عجبني أوي السؤال بتاعِك خلّاني أفكّر يومين فاهمة إزاي؟ فعجبني برضه أنتِ مشيتِ في الاتجاه ده، إن أنتِ بقيتِ صانعة محتوى بسيط ولكن مؤثّر جدًا، جدًا، وعلى السوشيال ميديا وتحديدًا في موقع LinkedIn اللي هو الموقع الاحترافي، اللي هو أنتِ ما مشيتيش بنفس الطريقة التقليدية إنستجرام، يعني coach اتخرّج يالّا اعمل محتوى على الإنستجرام، أتكلّم على المشاعر بتيجي لك منين، ونتكلّم على المحتوى اللي هو بيبدأ رحلته في الإنستجرام على طول، يعني ده التفكير التقليدي النمطي. إمم. ولكن رغم إن هو ليه تأثير طبعًا لكن في ناس تانية قررت تاخد مجازفة شوية زيِّك ورُحتِ LinkedIn، الناس اللي بتشتغل بدلة formal. فرُحتِ LinkedIn اكتشفتِ إيه؟ بُص، هو LinkedIn طبعًا أنت بتشوف أنماط مختلفة من الناس بسبب إن هو ناس في دواير مختلفة. في وظايف مختلفة. فأنت أمّا بتدخل تلاقي إيه، ده بقى اللي مكتئب من الشغل، اللي عنده مشاكل، شايف نظرة سلبية إن هو مهما عمل ومهما أدّى ما فيش مقابل. فبتبدأ تشوف بقى الطريقة بتاعة الأفكار. فأنت بتبدأ فعلًا توعّي وتبدأ تدّي نصايح بمحتوى بسيط خفيف، إزاي إن أنا أقدر أسيطر على الأفكار دي، إزاي مثلًا إن أنا في مجال شغلي لأ، أغيّر طريقة التعامل مع الآخرين، ما احطش توقعات مثلًا سلبية فبناءً عليها أتعامل فالاقي نتيجة سلبية. زي مثلًا أمّا ييجي مثلًا تبقى في شغلك، فييجي مديرك يقول لك إيه، اعمل كذا أو يدّيك شكل معيّن لحاجة أنت تعملها. فأنت تيجي تقوم تقول له إيه، هو كل شوية هيدّيني أوامر وهيعمل. فهتلاقي لو خدت الفكرة دي إيه اللي هيتحول بعد كده، هتلاقي نفْسك بتتعامل بتصرُّف ممكن يوصّلك إن أنت ممكن تمشي تسيب شغلك، ممكن تخلّي المدير بتاعك يوصل إن هو ياخد منّك موقف مثلًا فتنفصل. لكن لو أنا خدته مثلًا إن هو بيدّيني feedback، فأنا عايزة أطوّر نفْسي، عايزة أحسّن أدائي، في حاجة معيّنة هو بيدّيني hint عليها، هنا أنا غيّرت الطريقة من سلبية لإيجابية، فهنا هتبدأ تأثّر عليَّ. فهو ده اللي كتير كل يوم بنتعرّض له على LinkedIn وعلى البوستات والحاجات اللي إحنا بنشوفها. أنا عايز أقول إن موجود في الdescription هتلاقي الحساب على LinkedIn بتاع coach نواه، حساب LinkedIn coach محمد اللي قاعد قدّامك دلوقتي، هتلاقي فيه محتوى حلو جدًا ولطيف إن شاء الله يعجبك. حبيت بس إيه أقول لك إن قد إيه
قيمة إن أنت تركّز على الdescription كل شوية في كل حلقة من حلقات الBash Coach عشان تقدر تطلع بأحسن استفادة. طيب خلّينا نرجع برضه بالزمن شوية. أنتِ عارفة إن إحنا أو أنا يعني كنت founder Green Circle والGreen Circle community learning community. كنا بنتجمّع بنعمل meetup أو تجمعات شهرية وبنجيب speakers نتكلم في مواضيع تحت كلنا مهتمين بيها. أنتِ حضرتِ معانا. آه. هل شايفة ال اللقاءات العقول ببعض والشخصيات ببعض ومختلفة من خلفيات اجتماعية مختلفة وخلفيات مادية ووظائف مختلفة، هل ده يؤثر على التفكير ويخليه تفكير إيجابي؟ أكيد طبعًا تنوُّع الأفكار والعلاقات والثقافات دي بتأثّر فينا، فأنت لمّا بتكتسب من كل حد حاجة إيجابية أنت بتشحن لمّا يكون مجتمع زي green circle مليان بناس إيجابية وطاقة حلوة، إمم. أنت بتدخل بتشحن نَفْسك بده، فبتتعلّم من ده حتّة وده حتّة وده حتّة، تطلع أنت في الآخر بmindset بتاعك أنت مختلف ومميز، فطبعًا لأ أكيد بتفيدنا طبعًا في التغيير. طيب حلو، تعالي ناخدها من زاوية تانية برضه، زاوية إن إحنا ننتقل من مكان للتاني. يعني إحنا مثلًا في مناطق معيّنة في مصر، أنا باتكلّم في الوطن العربي عمومًا وتحديدًا في مصر عشان الBash Coach طالع من مصر. ففي أماكن معيّنة لمّا بنقعد فيها بتأثّر على طريقة تفكيرنا. يعني أعتقد أنتِ مثلًا بحُكم شغلِك في مكان للشغل، في مكان أنتِ عايشة فيه فترة وانتقلتِ لمكان تاني مع مرور الوقت. المكان نَفْسه بيأثّر على طريقة التفكير؟ المكان والبيئة والناس المحيطة بيك دي أكيد بتأثّر معاك، يعني تخيّل مثلًا لو أنت قاعد في وسط ناس طول الوقت الناس دي عمّالة متشائمة وشايفة الحياة وِحشة وسودا وكل حاجة، أكيد هتتأثّر بيهم، حتى لو أنت تفكيرك إيجابي بس هتلاقي نَفْسك غصبٍ عنّك ماشي في نَفْس الاتجاه دوّة. لكن لو أنا قاعد مثلًا في ناس لأ، عايزة تتطوّر وعايزة تحسّن من نَفْسها ودايمًا شايفة إن لأ، بُكرة أحسن، أكيد أنا باتشحن من الطاقة دي، فبابدأ عندي الدافع كمان إن أنا عايز أمشي في نَفْس الاتجاه ده، فبابدأ لأ، أشحن نَفْسي بالإيجابية أكتر وأخلّيها هي اللي مسيطرة عليّا. كأن في مثلًا coworking space إمم. موجود فيه طلبة. الطلبة دول حاسين بتوتر وقلق وخوف من الامتحانات وكله مش خايف وقلقان، فده هيأثّر عليَّ تلقائيًا، أكيد فاحس آه. بضعف، احس بأنا مهزوز أنا كمان زيهم، صح، مع إن أنا مذاكر جدًا وكويس جدًا، صح. بس أنا حاسس إن أنا إيه، أنا معاهم. آه. يعني دول الطاقة بتاعتهم راحت ليّا، وطريقة تفكيرهم في الامتحان وطريقة تفكيرهم في المذاكرة وطريقة تفكيرهم في كل حاجة وقت الامتحان وقبله، وأنا شربتها أنا كمان. برضه في coworking space تاني ممكن في مثلًا كل اللي قاعدين فيه بيشتغلوا وعاملين يعملوا أرقام كويسة وكله فاتح اللابتوب بتاعه وعمّال يعمل اجتماعات. فبيئة عمل كلّها محفّزة إن أنا أنجز، فالاقي نفسي في 8 ساعات وأنا قاعد في الcoworking space ده وصلت لنتايج كويسة، لإن تلقائيًا أنا باشرب من الناس اللي حواليّا. ده حقيقي صح. طيب إيه المراحل اللي ممكن واحد يمُر بيها، هو راجل كويس، تفكيره تمام، وهو يعني مش دارس coaching، إمم. تفكير زي الفل، عادي، هو مش عارف هو التفكير ده إيجابي والّا سلبي أصلًا، بس فجأة كده حصل إن في انتكاسة، يعني في حاجة غلط حصلت. فإيه المراحل اللي ممكن يمُر بيها الواحد تؤدي إن عقله يقع في مستنقع أعماله وأفكاره؟ بس هي طبعًا كُلّنا بتيجي علينا أوقات وبتيجي علينا تحديات وظروف وحياة أكيد بتغيّرنا، وأكيد بتخلّينا في لحظات إن إحنا بيكون تفكيرنا دوّة بيتحوّل لمراحل سلبية كتير. بس في فرق بين حد بيفضل مستسلم للفكرة دي، في حد بيبقى عايز يعدّي المرحلة دي، أقدر باقول إيه، حتى بتيجي أوقات تقول من كل محنة منحة، دي بنستفيد منها. فهي دي بتبقى الفكرة، إن أنا عندي تفكير مأثّر عليّا وعندي ظروف كتير حاطّاني كده حاطط نفسي في block أسود وعايزة أطلع منّه للنور بقى. فباعمل إيه مثلًا، أول حاجة إن أنا لازم أزوّد الوعي بتاعي وأسأل نفسي الأفكار اللي في دماغي دي أصلًا يعني أساسها إيه وأسبابها وجاية لي منين؟ فلمّا بافلتر الأفكار دي وأبدأ أرتّبها، بابدأ أفهمها أكتر، بانقل لمرحلة تانية، طيب أنا عايز الأفكار دي في إيه؟ هاستفيد منها إزاي؟ أو هتودّيني على فين؟ طيب باستجيب بقى استجابتي للأفكار دي، الأفكار دي بتأثّر على مشاعري، بتأثّر على تصرفاتي، لو أنا أفكاري سلبية ومشحون بيها ولسه مستمرة فيّا، هتطلّع منّي تصرفات يعني إيه، ممكن تبقى فيها stress، فيها نرفزة، فيها كلام مع الآخرين، هتخلّي زي ما إحنا كنا لسه بنتكلم إن البيئة اللي حواليّا ما بقتش حلوة. لكن لمّا أنا زوّدت الوعي بتاعي، بدأت أسأل نفسي الأفكار دي مسيطرة عليَّ إزاي، طب أنا النتيجة اللي عايزة أوصل لها إيه، بدأت مشاعري تهدى، بدأ عندي وعي بيها أكتر، فبابدأ أشوف بقى أنا النتيجة اللي عايزة أوصل لها إيه في الآخر،
مجرد إن أنا عرفت النتيجة اللي أنا عايزها هابدأ أشتغل بيها، فهاوصل للحاجة اللي في الآخر اللي تريحني واللي فعلًا تبقى مفيدة ليّا. فهنا أنا حوّلت التفكير السلبي والبلورة السودا ديّة طلّعتها للنور بإن أنا فلترت أفكاري وزوّدت وعيي بنفسي فهمت مشاعري أكتر وعبّرت عنها، وفي الآخر عرفت النتيجة اللي أنا عايزة أوصل لها دي، بامشي بقى الخطوات البسيطة، يعني ما باخدش بلوك كبير أو خطوة انتقالية كبيرة، لأ، بامشي خطوات بسيطة توصّلني للنتيجة دي. الحلقة دي برعاية رفيقك المهني، وجهتك المثالية لتطوير حياتك المهنية. كل واحد فينا ليه رحلة مهنية، ساعات بتبقى واضحة وساعات بتبقى مليانة مطبات. بدون دعم صحي الرحلة بتتعب، وهنا يجي دور رفيقك المهني. لو انت فرد هيساعدوك تعمل لينكد ان يلمع ويشد اصحاب الشغل، يكتبوا معاك سي في متوافق مع انظمة التوظيف الحديثة، يعملوا معاك جلسات استشارية تمشيك في المسار اللي يناسبك، ويدوك تدريبات على المهارات اللي السوق فعلا محتاجها. وفي وصف الفيديو هيسيب لكم السوشيال ميديا بتاعته. حلو جدا، وافتكرت تمرين كده اشارك الناس بيه، يعني له علاقة بالتفكير بتاعك مصدره ايه. إمم. بمعنى لو انا جبت ورقة وقلم وبعد ما خلصت يوم كتبت انا عملت ايه في اليوم وكنت بفكر فيه ازاي. إمم. وعلى سبيل المثال لقيت مثلا كنت عايز ادخل في كورس معين، وقعدت أسأل الراجل اللي بيحاورني أسئلة زيادة عن اللزوم، يعني اللي هو وإمتى وإزاي وفين ومين، واتأكد لي، وممكن وريني صورة المحاضر، وممكن تقول لي السوشيال ميديا بتاعت المحاضر، وممكن أكلم المحاضر عشان. بسيط. فعمال يسأل أسئلة لدرجة إن هو خايف إن ياخد القرار ده. لو بصينا لطريقة التفكير دي ممكن يكون المصدر بتاعه إن هو بيشك في كل حاجة تطلع، يعني يمكن أي حد مش عارف الضربة تيجي منين، فهو شاكك إن المكان ده محترم أو المكان ده موثوق فيه أو إن الشهادة دي حقيقية، هو بيشك دايمًا في أي حاجة. أيوه، عنده الخوف والقلق دايمًا. بالضبط. لو كتب بس هو مصدر ده إيه، إمم. الأفكار كتبها في ورقة، الفكرة دي فكرة الشك دايمًا اللي مسيطرة عليه في كل أفعاله، مصدرها إيه. ممكن يكتشف إن مثلًا كان وهو صغير والده يفضل يقول له شُك في كل الناس إمم. عشان تحمي نفسك، بيدّي له دي حكمة، فبيقول له شُك في كل الناس، عايزك تشُك في كل الناس، حتى أصحابك شُك فيهم عشان ما فيش صاحب هيدوم معاك. فهو زرع عنده الفكرة دي، فبقى يشكك في أي حاجة، قلقان، دايمًا في قلق وخوف وتوتر ناتج من الشك ده. فده تمرين مهم، اللي هو الأفكار بتاعتك مصدرها إيه؟ ما هي دي فعلًا إحنا لو ركّزنا في الأفكار اللي في دماغنا، هتلاقيها إنها حاجات مزروعة من الطفولة، هي مش حاجة مستحدثة. في حاجات بنكتسبها وإحنا كبار، بس الأساس بتاعها بتكون هتلاقيها أنت رابطها بحاجة وأنت صغير. زي مثلًا لو جيت قُلت طالب مثلًا وهو صغير دايمًا تقول له إيه، أنت فاشل. خلاص هو كبر وبقى عنده الفكرة إنه أنا فاشل، فأنا مهما هاعمل أنا مش هانجح. هو ربط نفسه بالفكر ده، فهو عاش في التفكير السلبي بالشكل دوّة إن أنا دايمًا فاشل. هل فكّر يطوّر نفسه أو يغيّر أو يعرف إيه المصدر من دوّة؟ لأ، بس هي حاجة نشأ عليها. فهي دي برضه زي ما أنت قُلت هي بتيجي من النشأة. في إمم. حاجات بتبقى من الصغر موجودة ومتوارثين وكابرين عليها. في حاجات بتبقى عادات وتقاليد بتأثّر فينا، برضه إحنا بنكون مزروعة فينا ومتعودين عليها من وإحنا صغيرين وكبرنا عليها. لكن هي بقى زي ما كنت باقول لك فكرة الوعي، أول ما بيبدأ الوعي يشتغل معاك، أنت بتبدأ هنا تغيّر بقى الطريق بتاعك، باشوف الفكرة دي أساسها إيه، طب وجات لي منين، طب هو بيقولوا لي فاشل، طب هو أنا جرّبت مثلًا إن أنا أعمل الحاجة دي بشكل مختلف أو بطريقة مختلفة تانية، أو فكّرت إيه النتايج اللي ممكن أوصل لها. فمجرّد إن أنت بتقعد وتبدأ تكتب بقى أساس فكرتك دي إيه ومشاعرها ومأثّرة معاك إزاي، وتبدأ توعى بيها وتطوّرها، هنا بتبدأ بقى تتحوّل للتفكير الإيجابي والنمط المختلف فيها. الله ينور، كويس أوي. طيب هنروح بس للناس اللي بتشوفنا ونقول لكم إن في حاجة اسمها علم النفس الإيجابي، وعلم النفس الإيجابي ده أحد العلوم الخاصة بعلم النفس، وطلعت مؤخرًا في آخر يعني فترة من الزمن اللي إحنا عايشين فيه. وعلم النفس الإيجابي طلع منه تمارين وطلع منه نظريات، فإحنا عايزين نشارك الناس بنظرية. النظرية دي خاصة بالتفكير الإيجابي، أنتِ طبعًا عارفاها بحكم دراستِك. نظرية بيرما. أيوه، بيرما. اهم. يعني إيه نظرية بيرما، جاية منين؟ أو يعني إيه بيرما؟ هي دي كلمة والّا دي حروف ليها دلالات والّا إيه الحكاية بالضبط؟ بيرما هي اختصار الحروف ديّة ل5 كلمات. حلو. أول كلمة فيهم الPD بتكون للpositive emotions، تاني كلمة الE بتكون engagement. engagements، بعدين عندنا الR relationships، بعد كده عندنا الM meaning، بعد كده الA الachievements. حلو. أوكي.
طيب الpositivity emotions اللي هي المشاعر الإيجابية اللي بتكون جوانا، هي دي اللي بتعبّر عن هو أصلًا الأول النظرية دي اللي عملها مارتن سليجمان، هو مؤسس أصلًا علم النفس الإيجابي. فهو هنا كان عايز بيتكلم عن السعادة وتأثيرها في حياتنا وفي التفكير الإيجابي يعني إيه العوامل اللي بتساعد ديّة، فطلع بنظرية بيرما ديّة. فعندنا المشاعر الإيجابية ديّة اللي هي بتكون مثلًا المشاعر اللي بتحسسك بالفرح، بالسعادة، بالامتنان، دي بتكون المشاعر. تاني حاجة بيكون الاندماج مثلًا لمّا تكون بتعمل حاجة بتحبها، زي القراية، السباحة، حاجة بتاخد دايمًا وقتك وبتندمج فيها. حلو. بعد كده الrelations مثلًا العلاقات اللي هي بتكون ناس بقى واقفة معاك دايمًا، مدعّماك بشكل إيجابي، دايمًا بتدّيك الدعم في إن أنت تطوّر نَفْسك وفي أي موقف هم معاك. الmeaning إن أنت المعنى بتاع الحياة، اللي أنت عايش إيه المعنى اللي أنت عايز تعيشه وتحققه، وإيه الأثر اللي أنت عايز تسيبه. بعد كده مثلًا عندك بقى في الآخر التحقيق والنتيجة اللي أنت بتوصل لها، الأهداف بتاعتك تحقيقها بس بتكون بخطوات بسيطة وإيه، متسلسلة بتمشي بيها. ده كلام جميل حلو أوي، أوي. طيب نروح بقى. طب عندي سؤال إمم. قبل ما نروح. ماشي. ال هل في واحدة منهم، يعني البيرما عبارة عن 5 عناصر، آه. فهل في واحدة منهم بتبقى صعبة شوية إن إحنا نوصل لها بتاخد وقت؟ أغلب الناس وأغلب الcases حتى في الsession دي بتبقى المعنى هو اللي ناقص هو دايمًا. يعني إيه معنى أصلًا؟ بيسأل نَفْسه، يعني بيبقى حتى تلاقيه بيعمل حاجات في حياته وهو مش عارف هو بيعملها ليه، زي مثلًا أمّا كتير. بيصحى الصبح يروح الشغل، هو روتين يومي ماشي فيه، بس هو ما عندوش معنى أو هدف أو حاجة واضحة هو ليه بيعمل الحاجة دي. النهارده زي بعده، زي بُكرة، زي كل يوم. بالضبط، بالضبط، فما عندوش فهي دي أغلب النقطة اللي دايمًا أغلب الناس مفتقداها يعني. والمعنى هل ممكن يقدر يوصل له عن طريق الاكتشاف والتجربة و والّا عن طريق الأسئلة والّا نعمل mix والّا إيه رأيك؟ هي بتبقى mix، بس في آه. الأساس لازم أسأل نفسي فعلًا هو أنا باعمل الحاجة دي ليه؟ طب هو أنا باحب دي والّا لأ؟ طب أنا عايزة أوصل منها لإيه في الآخر؟ دي يعني بتبقى أسئلة بسيطة تقدر إنها تساعدنا يعني، طبعًا في أسئلة بتبقى أعمق وكده، بس دي الحاجات البسيطة اللي ممكن أي حد في يومه يقدر يسألها لنفسه. حلو جدًا. طيب الكواليس بتاعة باش كوتش هتدّيكِ صندوقين. أوكي. ال الصندوقين دول قولي لي، اخترعي لي يعني سؤال بيهم كده وأنا هاحاول أتصرّف. ماشي. بس باحطِّك في تحدي. ليه بقى؟ أيوه. عشان تفكيرِك إيجابي، فهتعرفي تتصرّفي. ماشي تمام. إحنا دلوقتي لو جينا قُلنا الصندوقين دُولة موجودين، تمام. قُلت لك واحد فيهم التفكير الإيجابي والصندوق التاني التفكير السلبي. حلو. عندك صندوقين، أوكي؟ طبعًا إحنا عايزين نغيّر بقى التفكير من السلبي للإيجابي، مضبوط. قُلنا بقى هتستخدم الصندوقين دول كده إزاي، تعمل فيهم إيه؟ طيب أنا هاتخيّل إن الصندوق الإيجابي أهو، تمام. والصندوق السلبي أهو زي ما أنتِ قُلتِ. أوكي. الصندوق الإيجابي هو اللي فيه الحاجات اللي إحنا هنطلّعها نحطّها في الصندوق ده، ماشي. صح كده؟ يعني فيتحوّل بقى التاني. طب ليه اخترت الصغير الإيجابي واخترت الكبير السلبي؟ ده سؤال عميق إحنا ما كناش عاملين حسابه، إحنا أنتِ بتتحدّيني يعني أنا اتحدّيتِك فأنتِ عادي. بتتحدّيني أكتر، بتردّي التحدّي بتحدّي. آآ أنا مؤمن بالتفكير الإيجابي مش بحجمه أو صغره على قد ما هو أثره. يعني ممكن يكون ده صغير جدًا ولكن الامتداد بتاع أثره عالي أوي، أوي. فمش شرط بالحجم، يعني مش شرط إن أنا بافكّر معظم اليوم بتفكير إيجابي، لإن دي مش ده خيال علمي. صح. ما فيش حد طبعًا بيفكّر طول الوقت بتفكير إيجابي، ولكن لمّا بافكّر تفكير إيجابي باعمل impact عالي، مردود جدًا كبير أوي على الناس اللي حواليّا أو على نفسي. بس ممكن أكون فكّرت مرّة واحدة في اليوم، إمم. مع إن اليوم كلّه كان صعب جدًا عليّا ودوشة ووجع قلب ومش شايف نفسي، بس مرّة واحدة قعدت مع نفسي في اليوم توقيت معيّن، عملت. خلاص عملت فرق كبير جدًا. فهي دي اللي أنا أقصده. إمم. تمام. طيب هناخد من هنا إيه، أول حاجة ممكن ناخدها، نتخيّل يعني إن دي أول حاجة اللي هو ونحطها في السلبي، إن إحنا هناخد الافتراض. افترض دايمًا إن مع العسر يسر. افترض دايمًا إن الموجود ده خير ليك. افترض دايمًا إن دايمًا هتستفاد من اللي هيحصل. طيب تاني حاجة الأسئلة. إيه الأسئلة اللي تسأل نفسك بيها وترتاح؟ زي ليه ربنا أراد منّي أعمل ده؟ ليه ربنا
خلّاني في الموقف ده. تاني في الطريق ده. بالضبط. إمم. طيب إيه الدرس اللي أنا اتعلّمته أو الحكمة اللي طلعت بيها؟ تالت سؤال، طيب إيه اللي أنا أعمله المرّة الجاية علشان أتفادى اللي اللي حصل لي؟ حصل. آخر حاجة الself talk. إمم. الناس اللي بتتكلّم مع نَفْسها بتتكلّم مع نَفْسها إزاي؟ لو عرفتِ تتكلّمي مع نَفْسِك كويس هتعرفي تتكلّمي مع الناس كويس، تمام، ولكن المشكلة إن في 2 يعني أحكيها لِك أقول الموضوع بشكل فيه تشبيه شوية، 2 اتعرّضوا لموقف واحد، على سبيل المثال إن اكتشفوا إن كان مديرهم بيستغلّهم استغلال صعب أوي، فكانوا بيقعدوا عدد ساعات عمل أكتر، وبالتالي ده أرهقهم، وبالتالي تعبوا. في واحد يقول أنا اللي جِبته لنفسي، أنا اللي غلطان، أنا اللي سِبته يكسر الحدود اللي بيني وبينه، أنا أستاهل. إمم. ده واحد. في واحد تاني بقى الself talk بتاعه مختلف، بيكلم نفسه إزاي؟ أنا اكتشفت في الفترة اللي هو ضغط فيها عليَّ إن أنا أجمد بكتير مما كنت أتوقع، وإن إمكانياتي أعلى من المهام اللي أنا كنت باخدها في الوظيفة دي، وبناءً على ذلك أنا باشكر ربنا على اللي حصل، لإني خدت قرار إن أنا أدوّر على وظيفة فيها الإمكانيات بتاعتي أحسن من اللي أنا كنت فيها. هو ده الself talk. فإحنا لو نقلنا ال3 دول حطيناها لهنا، خلاص ده بقى التفكير رجع تاني لوضعه الطبيعي. توازن. نحاول نحقق التوازن. التوازن ما بين الاتنين. بالضبط. إمم. طيب. بس هي فعلًا نقطة إن أنا باكلّم نَفْسي دي كمان من ضمن الحاجات المهمة كتير، إن أنا طريقة حديثي فعلًا مع نَفْسي ديّة هل هي بتبقى عاملة إزاي؟ دي بتوصّلني النتيجة برضه اللي أنا عايزها بتبقى إيجابية والّا سلبية؟ هو أنا طول الوقت فعلًا باكلّم نَفْسي لأ أنا مش هاعرف، أنا عندي مشاكل، لأن الحاجة دي أعلى من قدراتي، فعمري فعلًا ما هاقدر أتطوّر أو أوصل لمرحلة أحسن من اللي أنا فيها. ده اللي إحنا وصلنا له التوازن، عجبني جدًا الكلمة دي. التوازن هو اللي بيساعدنا إن إحنا نفكّر بشكل إيجابي، ما فيش حاجة اسمها تفكير إيجابي 24 ساعة ولا تفكير سلبي 24 ساعة، هو التوازن بين الاتنين. أنا مبسوط جدًا بدي. كويس، أنا عجبني التحدي يطلّع مننا حاجات حلوة. أيوه بيطلعوا. أوي، أوي. تحدي تاني، يالّا بينا. يالّا بينا. دلوقتي قدّامنا الحكيم الصيني، اهم. ده لَفَت انتباهي إن ممكن يكون التفكير الإيجابي يروح بينا لنقطة أبعد بقى، بقى في تفكير بحكمة. إمم. الwisdom دي مرحلة من مراحل التفكير الخاصة بالفلاسفة، زي الفيلسوف الصيني. فعشان كده قولي لنا إيه رأيِك، ده نقدر نوصل بيه يعني. أكيد إحنا ممكن نوصل هو الأول أنت لمّا تيجي تفكّر مثلًا في موقف، تيجي تقول إيه، أنا الحاجة دي مثلًا أنا هاعمل الحاجة دي، بس إن شاء الله ربنا هيسهّلها، ما هو طبعًا ونعم بالله كل حاجة بإيد ربنا طبعًا، أيوه. لكن هنا أنت استسلمت، لكن الحكمة بتيجي منين بقى، إن أنا أبدأ أفكّر أنا محتاج إيه علشان أقدر أحقق الحاجة دي، دلوقتي إحنا عادي طَب أنا coach خلاص تمام أنا كويس كده، لأ ده مش تفكير حكيم، لكن تفكير حكيم طب أنا عشان أبقى coach كويس وأقدر فعلًا أفيد الclients بتوعي، أقدر آخُد خطوات جديدة، محتاج إيه؟ بتقعد بقى تكتب تقول أنا محتاج أطوّر نفسي في الحتّة الفلانية، محتاج آخُد الcourse الفلاني، لأ أنا عايز اعتماد مش عارف إيه، هنا أنت بدأت تفكّر بحكمة في الأمور، فهي دي الحكمة، إن أنا باعمل حاجة مدروسة، باحُط خطة، باحُط الأُسس وإيه اللي في إيدي وإيه اللي مش في إيدي، عشان أقدر أوصل للنهاية اللي أنا عايزها. لكن لو أنا ماشي كده بالبركة خلاص أنا هابقى بكرة coach طيب ماشي، قاعد بقى مستني، دخلت قريت حاجة أنا كده بقيت coach لأ، هي الحكمة إن أنا يكون تفكيري مرتب، مهندم، عندي وعي عالي بذاتي، بإمكانياتي، بقدراتي، وعندي هدف أنا عايزة أوصل له في الآخر، هنا طيب. تكون الحكمة. جميل جمال ما لوش مثال، يعني زي ما قالوا الأغنية زمان. إمم. خلاص كده يا عم الحكيم، دورك خلص. أيوه. طيب، إحنا نطلّعه خالص، نكتفي بهذا القدر من الحكمة. تمام. تعالي بقى أرجع تاني للكتب. بصراحة لفت انتباهي اختيارِك نسختِك الأفضل، وعرفت ليه أنتِ اخترتِ نسختِك الأفضل. بس أنا ده استفزني إن أنا كمان أجرّب اللعبة دي وأبُص على كتاب تاني. حلو. أنتِ قُلتِ نسختِك الأفضل، اهم. آآ قوتك علّمك الداخلي، أنت والتانيين ما لناش دعوة بيهم بقى، كُن أنت. لمّا تكون أنت تلقائيًا طريقة تفكيرك بتتغيّر، بس مش لازم أتكلّم أكتر من كده.
لإني أنا يعني رشّحت الكتاب كده، إحنا رشّحنا الكتب دي الناس ممكن تقراها، فدي متوفّرة. لمّا يقرا الكتاب مثلًا زي كُن أنت أو نسختك الأفضل، زي ما حضرتِك قُلتِ، فكرة إن أنا يعني زي ما إحنا قُلنا إحنا احتكينا مثلًا بناس أو بأدمغة تانية في الcommunity، تمام. بنحتك بناس تانية وأدمغة تانية برضه جوّه الcourse اللي إحنا خدناه لمّا كنا بنتعلم coaching، فده بيفرق. برضه من طرق اللي هي بتغيّر طريقة التفكير، أشوف وجهة نظر تانية موجودة في كتاب، ممكن يكون الكاتب ده كتبه في وقت معيّن، في مكان معيّن، بيدرس دراسة معيّنة، فكل ده بيخلّي طريقة التفكير مع الوقت مختلف. بتختلف، وبالتالي الناس اللي حوالينا اللي إحنا كنا بنتكلم إن هم ليهم تأثير كبير، يبدأ تأثيرهم يقل شوية، نبقى ليّا عالمي الخاص. صح. عشان كده حتى كمان في كتاب اسمه قوة عالمك عالمك الداخلي. الداخلي. لمّا قوة لمّا العالم الداخلي القوة بتاعته بتبدأ تكبر، 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 خلاص العالم الخارجي قوته هو اللي تبدأ. صح، ما لإن أنت التغيير الأساس بييجي منين؟ ما هو بييجي من جواك أنت، بييجي من جواك منين؟ لمّا أنت بقى بتبدأ إيه، تاخد الثقة في نفسك وفي إمكانياتك وفي قدراتك، وتبدأ تشتغل عليها وتعزّزها، هنا أنت بتبدأ بقى تظهر القوة الحقيقية بتاعتك. أيوه. بس، فهي طبعًا لأ، بيفرق قوة تعليمك. بصراحة بقى الفقرة الجاية أهم فقرة وأحلى فقرة وأقرب فقرة إلى قلبي يعني. كمان بنفكرك لو أنت شركة أو مؤسسة، رفيقك المهني بيقدم لك تدريبات واستشارات مهنية لتطوير فريقك الخاص وإدارة التواجد الرقمي ليك. إيه الميزة؟ إنهم اشتغلوا مع شركات في السعودية، مصر، الإمارات، الكويت، تونس وموريتانيا، حضوري وكمان أونلاين. رؤيتهم إنهم يكونوا الخيار الأول لأي حد عايز يتميز في سوق العمل الرقمي، ورسالتهم يسهلوا عليك رحلتك ويخلوك توصل لهدفك بخطوات عملية ومدروسة. رفيقك المهني، وجهتك المثالية لتطوير حياتك المهنية. وفي وصف الفيديو هيسيب لكم السوشيال ميديا بتاعته. تمام، فأنا هوسع لك علشان الفقرة دي محتاجة نوت بوك. خلاص، أوكي. قدامك النوت بوك رفيقك المهني، تمام. الراعي الرسمي لباش كوتش، ممكن تستخدميه طبعا عشان أوكي. تساعدينا عن طريق أداة كوتشنج نوصل بيها للتفكير الإيجابي. حلو، إحنا طبعًا عندنا أدوات كتير ممكن تساعدنا إن إحنا نوصل للتفكير الإيجابي. تمام. ودايمًا أنا برضه بارشّح إن إحنا دايمًا يبقى عندنا notebook زي دي معانا يوميًا، لإن هي دي هتبقى الأداة بتاعتنا اللي بتساعدنا كل يوم. الله. ده كده يوميًا كده بالليل أي وقت فاضي معانا الnotebook بتاعتنا هنعمل تماريننا، بس ولو حد النهارده يعني مش عايز النوت بوك وممكن في حاجة اسمها موبايل وsticky note جوه أي الموبايل، وسيلة يعني المهم مساعدة. يبقى في وسيلة تكتب بالض عليها على طول. بالضبط. تمام، فإحنا هناخد تمرين من التمارين دي النهارده كده بسيط ممكن نقدر نعمله كل يوم. وأنتِ بتوصفي كده هناخد تمرين النهارده، حاسس اللي هو إيه، أنا هاكتب لك على دوا. أيوه الروشتة، هناخد كده ما هي بس إيه. الروشتة بتاعة التفكير الإيجابي والحياة بالضبط. الإيجابية. تمام. هنيجي مثلًا هنمسك كده هناخد في الصفحة بتاعتنا هنحط جدول، مش حلو. جدول هو هنقسّم كده 4 خانات. تمام. جميل. هنيجي في أول خانة هنكتب مثلًا موقف النهارده حصل لي في يومي. أوكي. جميل. واكتب أشرح إيه الموقف اللي حصل النهارده دوّة. تاني حاجة مثلًا آجي أقول إيه، الفكرة اللي جات لي دي من الموقف. من الموقف أثّرت عليَّ إزاي. يعني أنا مثلًا حصل لي موقف فأنا بناءً عليه بنيت فكرة. فإيه الفكرة اللي أنا بنيتها، وبعد كده الفكرة دي أثّرت عليَّ وعلى مشاعري إزاي. يبقى حلو. إحنا قسّمنا أول حاجة الموقف، وبعدين الفكرة اللي جات لي بناءً على الموقف، وبعدين أثّرت عليَّ الفكرة دي إزاي. يبقى في المربع في التالت المربع التالت المشاعر اللي نتجت عن عن الفكرة. الفكرة ديّة. جميل. بس، وبعد كده بقى في الرابع أنا رَد فعلي هيكون إزاي يعني في التعامل مع الموقف دوّة. إيه بقى رَد فعلي والمفروض أتصرّف إزاي. فهنا أنا عملت تحليل للموقف دوّة وحوّلته لو أنا كنت متضايق منّه أو عندي أي مشاعر سلبية فيه، أنا بدأت أحلّله علشان أوصل لحاجة ترضيني وتبسطني، فأقدر أوصل لأفضل نتيجة. فبدل ما يبقى المشاعر السلبية والأفكار السلبية هي اللي مسيطرة عليّا، لأ، الإيجابية هي اللي بدأت تيجي وتأثّر معايا. على سبيل المثال أنا مديري دخل عليَّ النهارده، بَص لي كده بقرف وخرج. ده كده مثلًا موقف، صح كده؟ صح. أنا هامشي معاكِ ولكني هاطبّق بقى دلوقتي. خلاص، هنشوف مثلًا. ده الموقف. أوكي. فجِه في دماغي الفكرة، إمم. إن الفكرة اللي المسيطرة عليَّ إن هو مش طايقني أو ماشي. يعني متضايق منّي. أوكي، يبقى إحنا هنا هامشي معاك خطوة، خطوة. أول حاجة هنقول الموقف اللي حصل إن المدير دخل عليَّ بَص لي بصّة ومشي وسابني. أيوه.
فده كده، تمام. بعد كده أنت قُلت الخطوة التانية إن هو الفكرة اللي طرقت على اللي جات في دماغي، دماغي، هاكتبها هنا. قرفان منّي، إمم، زعلان منّي، تمام، صح كده؟ صح. قُل بقى ناتج عنها مشاعر، مشاعر، إيه بقى مشاعرك ساعتها؟ قلقان، اهم، متوتر، خايف من ردة فعله، اهم، مش فاهم حاجة، يعني في أوكي، ضبابية كده. تمام. المربع الرابع، فبعد أنت بقى هتوصف بقى دلوقتي إيه رَد فعلك مع الموقف اللي حصل وأنت عايز توصل لإيه فيه. فردة فعلي ممكن أقول إن أنا هاروح أسأل زمايلي هو ماله النهارده؟ اهم، ده ردة فعلي الأول، هو ممكن أوكي. يكون في ردود تانية ده أول رَد فعل أنت عملته. صح كده؟ ه أنت بتكتب إيه، أنا أنت باكتب بتقول كده، إيه رَد فعلك اللي أنت اتصرّفته. أوكي، فكل ده موقف قديم أصلًا، إمم، فأنا باكتب ده ردة فعلي، إمم. المفروض بقى بعد ما كتبت كده المربع يحصل إيه؟ خلّصت أنت دوّة بقى، تيجي بقى تحلِّل المواقف ديّة وتشوف هل رَد فعلك ده كان فعلًا هو ده المناسب وأنت اتصرّفت صح والّا لأ؟ طَب أنا اتصرّفت دوّة خلّاك متضايق، ما أنت قُلت مشاعرك كان فيها قَلَق وتوتُّر وخوف كل دوّة، طَب ما أنا مش عايز المشاعر دي تبقى مسيطرة عليّا، أنا عايز حاجة إيجابية، فأبدأ بقى أشوف إيه البديل اللي أقدر أعمله يغيّر لي الفكر ويغيّر لي رَد الفعل دوّة. فيطلع البديل مثلًا إن أنا بدل ما كنت أروح أسأل زمايلي في الشغل هو ماله، أروح أنا direct ليه هو وأقول له مالك أو أنت متضايق منّي في حاجة، فاكتشف أصلًا إن هو ما كانش متضايق منّي ولا حاجة، ده هو بس كان مثلًا. فردة الكاوتش بتاع العربية فرقعت وهو هو متضايق، يومه ما كانش حلو فهو reaction طلع طبيعي منّه مثلًا. بس كده، صح كده؟ بالضبط آه. طيب فأنت هنا غيّرت بقى رَد الفعل بتاعك. ممكن بقى نظهرها على الكاميرا، أوكي. هي يعني هم بس يشوفوا الشكل. هي 4 خانات وبنقسّم في كل خانة، بنقسّم كل خانة وبنكتب تحت كل عنوان المشاعر والحاجات اللي إحنا وصفناها زي ما قُلنا. بعد كده بقى بتبقى النتيجة تحت إيه اللي أنا وصلت لها باحلّلها. طيب أنا ممكن أستعين رفيقك المهني أوكي. وأنا كمان أكتب بسرعة تمرين كده جه في بالي، بس تقسيمة تانية خالص، وإحنا هنقسّمه ل3 عمدان كده، العمود الأول الموقف، اهم. العمود التاني ال الأفكار، العمود التالت المشاعر، تمام، ولكن الفكرة بقى اللي هنا الجديدة هي نفس التمرين بس بادّيه شكل تاني، يعني حتى الناس اللي تبقى شايفانا دلوقتي هي نفس اللي إحنا بنقوله بس شكل تاني، بس هنا ممكن نعمل حاجة كمان إن الأفكار بقى إمم. نبُص على الأفكار اللي هي جاية من التشوُّهات الفكرية، وطبعًا التشوُّهات الفكرية دي أو اللي هي التشوُّهات الإدراكية هم كتير بس منهم 10 إمم. وهم مشهورين جدًا، وعلشان يبقى في إثارة وتشويق في الحلقة مش هاحكيهم، إحنا نختم الحلقة كده، كإن خلاص كده خلص الفصل الأول أو الجزء الأول من الفيلم، فإحنا هننهي إن الناس تبُص على الdescription بتاع الحلقة هيلاقوا التشوُّهات الفكرية، فيكتبوا الموقف تمام؟ اهم. ويكتبوا زي ما أنتِ حضرتِك قُلتِ، الشعور والفكرة بتاعة الموقف، إمم. ويكتبوا ردة الفعل. بالضبط. غالبًا بقى ردة الفعل دي ممكن يكون جاية من تفكير مشوّه. هو دايمًا حتى نسأل نفسنا الفكرة ديّة هل هي دي حقيقة والّا فكرة أنا اللي مطلّعها؟ آه. يعني دي لازم برضه أتأكد منها، الحاجة دي fact حقيقية؟ والّا story. بالضبط. حلو جدًا. فالجزء الأخير ده هنسيبه بقى هم يبصوا على الdescription هيلاقوا فيه التشوهات الفكرية، فيقولوا أنا هنا خدت ردة الفعل الفلانية دي وحكمت على اللي قدّامي علشان حصل إيه، لأ الحكم مثلًا، الأحكام مثلًا، ده نوع من التشوهات الفكرية. صح. فكرة يا أبيض يا أسود، ما فيش اللون حاجة في الرمادي الوسط. الوسط، ده نوع من التشوهات الفكرية. فيبدأ يقول ده أنا كنت باتحرّك بالشكل ده علشان أنا بافكّر بالطريقة ال 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 الطريقة المعيّنة دي، بالتالي التمرين كان هدفه إن مع التكرار هيبقى على فكرة أحيانًا خلاص بقيت أمسك نَفْسي، مش لازم الnotebook ممكن بعد كده يبقى عنده القدرة إن هو بيلحق نَفْسه، بيلحقها في الوقت فهو نفسه. فعلًا الnotebook أداة، يعني أداة coaching أكيد ده صح، دي لا غنى عنها. لا غنى عنها. ماشي coach نُهى، شرّفتينا أنا اللي اتشرفت. واتبسطت جدًا، جدًا بالتجربة معاكِ، أنا انبسطت جدًا إن أنا كنت معاك النهارده يا coach محمد. إن شاء الله شكرًا نكررها. ليك. بإذن الله. باي، باي. باي.